السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في الانتفاضة العربية الكبرى، تغطية قناة الحوار المسائية ليوميات الانتفاضة العربية على امتداد الدول العربية. ونبدأ هذه التغطية من الإمارات العربية المتحدة، حيث أعادت السلطات الإماراتية اعتقال النشطاء الإماراتيين الستة الذين تم سحب جنسياتهم في وقت سابق من هذا العام، من العام الماضي عفوا. وتم ذلك الاعتقال بعد أن رفضوا التوقيع على تعهد يقضي منهم البحث عن جنسية أخرى، واعتبار وجودهم في البلد مخالف للقانون الإماراتي. وإذا استمروا في الإقامة في الإمارات فإنهم بموجب ذلك يعرضون أنفسهم للاعتقال في الدولة. ووفقا لمقربين من النشطاء، فقد تلقى النشطاء الستة طلب استدعاء من دائرة الهجرة والجنسية للمثول أمامها، وبعد رفضهم للتوقيع على تعهد قرر المسؤولون في تلك الدائرة اعتقالهم وإيداعهم سجن الشهامة. معي للحديث حول هذا الموضوع رئيس لجنة حقوق الإنسان في الإمارات والناشط الحقوقي الدكتور محمد المنصوري. دكتور المنصوري، نرحب بك في هذه الفترة من تغطيتنا للانتفاضة العربية الكبرى. بداية دكتور، ما هي ملابسات ما حدث للنشطاء الإماراتيين، وهل ما زالوا حتى الآن رهن الاعتقال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هم ما زالوا رهن الاعتقال. اليوم هم صائمين وفطروا في مركز شهامة في السجن. للأسف يعني من الأشياء المضحكة أن أكثر من 30,000 بدون أوراق ثبوتية في الإمارات يعملون ويعيشون ويتحركون، وهؤلاء السبعة داخل غياهب السجن لأنهم هم ينادون بالإصلاح وبالعدالة وبالمساواة والحرية. ليس لهم ذنب إلا أنهم ينادون بصلاح هذا البلد والمجتمع. دكتور منصور، سنتحدث عن ذلك بالتفصيل. بداية يعني هل توضح لكم الجهة التي قامت باعتقالهم والدائرة المسؤولة عن احتجازهم حتى الآن؟ أخي الكريم، هم يوم الخميس تم الاتصال بهم والتقيت أنا عدد منهم، وبحيث أعرف حقيقة هذا الاتصال من شخص واحد لأغلبهم وشخص آخر للباقين، يطلب منهم أن يأتوا إلى الجنسية والهجرة. لماذا؟ فلما سألوه قالوا للتوقيع على تعهد. فنحن من خلال متابعتنا لموضوع أحمد غيث السويدي ولغيره نعرف أن هذا التعهد هو البحث عن جنسية أخرى. وبرغم أنهم هم مقبولين في المحكمة الاتحادية وسجلت لهم القضية، قانونيا لا يجوز لأحد أن يستدعيهم قبل أن تنتهي محاكمتهم. لكن للأسف يعني ذكروا أن في أوامر شفوية من جهات عليا أتتهم تقول إذا لم يوقعوا يودعوا في السجن. هاي الجهات العليا نحن دائما نسمعها، ما نعرف هذه الجهات العليا من هي، ولذلك يعني ما يفصحون. هم يقولون عندنا أوامر من جهات عليا. هل هذه الدائرة التي قال مقربون لقناة الحوار بأنها هي دائرة الهجرة والجوازات في العادة يعني حسب القانون الإماراتي، هل هي مخولة ومن صلاحياتها احتجاز واعتقال الإماراتيين أو حتى الذين؟ هو دائرة الهجرة والجوازات فيها إدارتين، في إدارة الجنسية، وهي التي استدعتهم أولا للتوقيع ثم حولتهم إلى إدارة الأجانب والمخالفين في نفس إدارة الجنسية والهجرة. فإدارة المخالفين والأجانب لها الحق، أي واحد مخالف ما عنده إقامة أو ما عنده جواز صالح تضعه في السجن كموقوف ثم تسفره لبلده. وهذا لا ينطبق على هؤلاء مواطنين أصليين، ولا ينطبق على أي إنسان لا يحمل أوراق ثبوتية. ما تستطيع الدولة أنها تحجزه وتسفره. لكن هذا حادث لزملائنا من أبناء دعوة الإصلاح، وهم الآن حوالي 9 تقريبا إماراتيين وواحد عماني مسجونين بدون أي تهمة موجهة لهم إلا يعني هم دكتور منصوري الآن أفهم منك بأنهم 9 الآن وليسوا 6. لا، هم 9، 7 مسحوبة جنسيتهم. والقاضي أحمد الزعابي لما سألهم عن
إذن نيابة لاعتقال أحمد السويدي، وموجود صلاح الهرمودي، والأخ العماني محمد الكلباني. طيب السبعة دكتور، يعني لنفترض بأننا نريد أن نجد سياقا آخر لتفسير قرار وزارة دائرة الهجرة والجوازات الإماراتية. يعني هم يقولون بأنه سياقات مختلفة، البعض لديه جنسيات أخرى، البعض هو مخالف. هل هناك توصيف قانوني عام من قبل دائرة الهجرة والجوازات لهؤلاء النشطاء الستة لكي تسحب جنسياتهم؟ ما عندها، ما في أي. نحن إلى الآن نتساءل عن المرسوم، لأن أي إنسان صدر فيه مرسوم لا يسري المرسوم ولا يطبق قبل أن ينشر بالجريدة الرسمية. إلى اليوم لم ينشر ذلك المرسوم، ولما رفعت القضية طلب ذلك المرسوم ولم يأتي. ما حد شاهد إلى اليوم، لا المحامين ولا حتى الناس الذين أمروا، يقولون في مرسوم وفي أوامر. يعني لحد الآن لا يوجد مرسوم مكتوب بأنه هؤلاء النشطاء تسحب منهم الجنسية الإماراتية. أبدا أبدا، ما في لأن المرسوم يصدر في الجريدة الرسمية يقرأ الجميع، هذا النظام. لكن لم يحدث هذا. لماذا؟ لأن هؤلاء يعتبرون من أصدروا هذا أمر السحب هم فوق القانون، ولذلك هم يخالفون القانون، والقانون يوم من الأيام سيلاحقهم، لأن هذه إساءة للوطن وللمجتمع ورفع درجة الكراهية تجاه هذا النسيج الاجتماعي المتآلف الإماراتي للأسف. طيب دكتور منصوري، التعهد الذي ذكرته يقتضي من المسحوبا جنسياتهم أن يوقعوا عليه لكي يبحثوا عن جنسية أخرى. يعني هؤلاء من معرفتك بهم ما هي الإمكانية مثلا أن لهم، لنفترض بأنهم سيبحثوا عن جنسية لكي يحصلوا على أي جنسية بلد آخر؟ ما في أصلا في اعتبارهم أصلا أي دولة أخرى غير بلدهم دولة الإمارات. يعني ما في تفكير في هذا الجانب، بل أن هذا أصلا مخالف. يعني أن أنت كيف تسحب جنسية من شخص ثم تطالب بالحصول على جنسية وأنت تعلم أن ليس له جنسية. نحن نقول لدولة الإمارات، نقول للأخوة الذين سحبوا الجنسية أخرجوا لنا جوازات هؤلاء قبل أن تعطوهم الجنسية. أين جوازاتهم؟ هؤلاء موجودين داخل الدولة قبل الاتحاد، قبل ما تذهب بريطانيا عن الإمارات، موجودين في الداخل. ولذلك هم هؤلاء للأسف صاروا حاجبين أي اتصال بيننا وبين الحكام، لأنهم الذين موجودين في دواوين الحكام وهم الذين يرتبون المواعيد. ولذلك يعني نحن في دعوة الإصلاح طالبين لقاءات بأكثر من حاكم من كذا شهر، ولذلك هم يحجبون حتى ما تصل الحقائق إلى الحاكم الذي يقولون أن باسمه صدر المرسوم. طيب الآن بالنسبة للاعتقال دكتور المنصوري، ما هي إمكانيات الإفراج عنهم ولو مؤقتا بكفالة؟ والله هذا كله ممكن في دائرة القانون، لكن إلى الآن ما صدر عليهم كتاب بسجنهم. ما في كتاب، حتى مدير السجن يقول ما في شيء، أنا أعتمد على أي شيء. المحامين كانوا معهم، الدكتور محمد الركن والدكتور الأستاذ عبد الحميد الكميتي معهم وتحدثوا، لكن صار رفض لهذا الأمر. طب هذا الاعتقال برأيك ما هو تأثيره على المعتقلين أنفسهم النشطاء الإماراتيين السبعة وعلى أسرهم، بعد أن يعني ربما الجميع تابع مقالات ودعوات هؤلاء النشطاء الإماراتيين، فما هو تأثير أن يؤدي تعبيرهم عن وجهة نظرهم حول الإصلاح في بلدهم إلى أن يزج بهم في السجون؟ والله لا شك أن يعني أي أسرة تحرم من عائلها ولي أمرها لا أثر صعب خصوصا على الأبناء والأطفال، لكن هؤلاء أصحاب رسالة لا أتصور أن سيكون له أثر كبير على نفسياتهم، لأنهم ليسوا مطالبين بأي شيء عدا الإصلاح وأن يكون هناك حرية وعدالة اجتماعية ومساواة. نحن نقول نتحدى أي جهة تخرج لنا أي مخالفة قانونية لمثل هؤلاء، لكن هؤلاء الذين يضيقون بالكلمة الحرة وبالحق
الذي نحن دائما نتكلم فيه، ونريد أن الناس تعيش من غير انتهاكات أمنية وتحرر حياتنا المدنية من أي قيود أمنية، ونقول نريد أن نعيش كأناس، والإنسان الذي يخطئ يحاكم أمام القانون، ما يكون هناك أناس فوق القانون. لكن للأسف تجد نحن جزء من الدول العربية، هاي المدرسة الأمنية الواحدة هذه موجودة في كل مكان، ونحن نعتقد أنهم الآن في نهاية زمنهم، وسينتهون في الإمارات كما انتهوا من مصر ومن دول عربية كثيرة. طب دكتور المنصوري، حقيقة المعلومات كما ذكرت هي معلومات شحيحة عن مبررات اعتقال، المبررات القانونية للسلطات الإماراتية لاعتقال هؤلاء، ولكن بعض المعلومات على الإنترنت المتداولة تقول بأنهم أخلوا بشروط التجنيس التي بموجبها حصلوا على الجنسية الإماراتية، ومنها الانتماء والولاء والحفاظ على وحدة وسيادة الإمارات واحترام دستورها. كيف تنظر لهذا الكلام؟ أبدا ما عندهم شيء. يعني نحن طلبنا وهم الزملاء طلبوا ومحاميهم طلبوا بأي شيء صادر رسميا من الدولة، وأي ملف موجود لأي واحد منهم إلى اليوم ما صدر من الحكومة أي شيء. للأسف يعني أنت الآن تتهم إعلاميا ويتحدث عليك في كل مكان، ثم ما في أي دليل عليك، ولا يستطيعون أن يواجهونك، كل واحد يتهرب منك حتى لا يواجهك، ويكلفون الناس الذين في الإعلام سواء كان بالفضائيات أو بإعلام الاجتماعي بأن يشتمك ويسبك ويتكلم عليك ويتحدث عن نقص ولائك وحبك لوطنك، وما في أي دليل قانوني. نحن نقول قل هاتوا برهانكم، إذا عندكم دليل نحن ممكن، نحن قانونيين، كثير منا قانونيين، ولذلك نحن سنبحث. وأي إنسان مخطئ لماذا لا تحاكمه؟ لماذا لا تتهدي إلى القانون؟ لماذا تكون أنت فوق القانون وتأتي بقرار ما نعلم له سند إلى اليوم؟ طب هل هناك يعني هل تم طرح قضية أن يلجأ النشطاء الإماراتيين الستة أو السبعة عفوا إلى خارج الإمارات في تحت مسمى اللجوء السياسي؟ لا أبدا، لا ولا نرى نحن هذا أبدا. هذا هم يتمنون أنك أنت تخرج ويقولون أنك متعاون مع منظمات ودول أجنبية، يتمنون اليوم اللي تعلن فيه أنك تريد باللجوء سياسي، هم يريدون يسقطون جنسيتك عشان يقللون الأفواه التي تتحدث عن الإصلاح وتتحدث عن العدالة الاجتماعية في الإمارات. نحن الحقيقة مصرين على أن هؤلاء مواطنين إماراتيين وأن جنسياتهم سترجع، لكن بعد حين، ونتصور أن هذه الأيام هي آخر أيام هذه الانتهاكات الأمنية والمنتهكين لقوانين الدولة، والظالم له يوم، لكن متى كيف يمكن أن تكون نهاية هذا الفصل دكتور المنصوري؟ ما هو السياق؟ درجة الإمارات ربما في مثل هذه الحالات على إعطاء ربما إعفاء أو من أحد الأمراء، أو أن يعفي رئيس الدولة عن مثل هذه القضايا. هو التدخل في الإعفاء لما ما يكون عندهم دليل، لأن لما كان المواطنين الخمسة الذين سجنوا ما استطاعوا أن يثبتوا دليل واحد عليهم، ولذلك لما صار الإعفاء وكذلك صالح الظفيري لم يكن هناك أي دليل عليه، وهؤلاء كذلك ليس هناك دليل، ولذلك هم يريدون يستعجلون بأن يوقعونهم على التعهد حتى يقولون للحكومة أن بمحض إرادتهم ما يريدون جنسية الدولة. لكن هؤلاء كانوا منتبهين، فوتوا عليهم الفرصة، وسيخرجون كذلك كما خرج النشطاء الخمسة وصالح الظفيري بإعفاء. طيب دكتور المنصوري، سؤالي الأخير لك، كيف يتفاعل الموضوع في الإمارات العربية المتحدة؟ والله يتفاعل. أنا إلى الساعة 5:30 كان على مستوى تويتر 100,000 ناس دخلوا في التويتر وتحركوا في قضيتهم. على مستوى الداخل كثير من الناس اتصلوا بنا، علماء ومشايخ من السعودية، وزملائي اتصلوا بهم من الكويت ومن البحرين ومن قطر ومن عمان، وهناك لجان الآن موجودة في دول الخليج، وزملائنا من الأخوة الليبراليين اتصلوا بمنظمات الدولية، وهناك حراك كبير. ماذا يمكن الاتصال بالمنظمات الدولية؟ ما الذي يمكن أن يثمر؟ المنظمات الدولية لها جانب حقوقي، في مقرر في الأمم المتحدة مختص في أمور التجنيس، اتصل بنا قبل فترة
ومتواصلين معهم الزملاء، وهذا حقهم، لأن الإمارات هي دولة في الأمم المتحدة، والمفترض أن تحترم مواثيقها مع الأمم المتحدة. وهذا السحب للجنسية اللي فيه تعسف مخالف لالتزامات مع الأمم المتحدة، ولذلك المقرر الخاص لابد أن يأتي يزور الإمارات ويفحص هذا الأمر. شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي ورئيس لجنة حقوق الإنسان في الإمارات الدكتور محمد المنصوري، كنت معنا عبر الهاتف من الإمارات العربية المتحدة، شكرا جزيلا لك. والآن أعزائي المشاهدين لآخر تطورات الثورة السورية نتابع